السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. جمعة مباركة عليكم ان شاء الله. ايه رأيكم في الجمال اللي قدامنا دوت؟ حاجة بقى بترطب على القلب وبتنظف البطن، تنظف البطن من السموم كلها. فوائدها عظيمة جدا، وكانوا بيعملوها لنا واحنا صغيرين عشان تنظف بطننا باستمرار. بس احنا عملناها بطريقة حلوة جديدة هتحبب الأولاد فيها، وخليناها بكذا طعم. تعالوا نشوف هنعمل النهاردة البوظة المصرية بقى بطريقة جميلة جدا وخفيفة وسهلة وبسيطة ومش مكلفة خالص. أنا معايا جبت حلتي أهيت، حطيت في قلبها 4 كوبايات مية، وحطيت كمان كوباية إلا ربع دقيق. هدوبهم على بعض. أنا مش بشتغل والبوتاجاز والع دلوقتي، أنا هوريكم بنفسي أهو. بصوا الشعلة مطفية، مفيهاش، مش مولعاها، أنا بدوب كله والشعلة مطفية. دوبت دقيق في قلب المية، وهحط السكر كمان، نص كوباية سكر. السكر ده طبعا ايه حسب مزاج كل واحد. احنا بنحب السكر خفيف شوية في الحاجة، ما بنحبوش، واللي يحب يزود يزود بعد كده. بدوب كويس وبطمن ان السكر داب والدقيق داب ومفيش تكتلات خالص من الدقيق. وهبتدي افتح النار بقى على البوتاجاز. ولعت خلاص النار بتاعتي، وبدأت تشكل معايا اهوت. حطت لها ايه كيس فانيليا. بصوا بقى سمكها اللي انا عايزاه اهو، مش اتخن من كده، حلو جميل. طالما بقبقت معاكي كده تعرفي ان الدقيق استوى. جبت بقى كوبايه، حطيت في قلبها ايه كوبايه، معلقه دقيق، معلقه سكر مع بعض، نص كوبايه ميه دافيه دافيه دافيه، يعني زي دمع العين كده بالظبط. وحطيت معلقه خميره. معلقه الخميره ما تحطهاش كبيره قوي كده، يعني حطيها اقل من كده شويه. بس انا حطيتها كبيره لان انا هزودها حاجات، انما انتوا لو هتشربوها كده تحطي معلقه خميره صغنون. دوبت الخميره بتاعتي مع معلقه الدقيق ومع معلقه السكر والميه الدافيه، ركنتهم على جنب. لما البوظه بتاعتي بقى هديت خالص وبقت يعني فتره خالص، نزلت عليها بالخميره بتاعتي. انتوا شفتوا منظرها دلوقتي والسفيره وعامله فقاعات ازاي. اشتغلت الخميره طبعا وبقت جميله في منتهى الجمال. بس بطمن ان انا بدوبها كويس جدا في كل البوظة بتاعتي دلوقتي. بدوبها كويس جدا طبعا، وهبتدي اضربها في الخلاط بتاعي. انا هكبها مرة واحدة لان انا مش عاملة كمية كبيرة. هكبها مرة واحدة في قلب الخلاط وهضربها. هضربها في الخلاط ازاي بقى؟ مش هضربها مرة يعني اتك واسيبها تشتغل، لا. ببتدي اتك ثانية واقفل، ثانية واقفل، ثانيتين واقفل، عشان تديني الرغوة الجميلة اللي انتوا شايفينها ديت. رجعتها لحلتها تاني، وهغطيها بقى واسيبها حوالي نص ساعة على الرخامة بره لان الدنيا حر. يعني مش هحطها في مكان دافي ولا حاجة لغاية ما تبتدي ايه تزيد كده وتعلى وتبقى حلوة. ادي سمكها دلوقتي اهي بعد ما اتضرب. خلاص بقى انا على كده بقى ايه خلصت البوظة بتاعتي. ايه الجديد اللي انا هعمله فيها بقى؟ انا هجيبها، حطيت بقى كوباية لبن، وحطيت من البوظة ديت بالكرنيب بتاعي كده حوالي كوباية ونص من البوظة. يبقى كل اللي انا زودته كوباية لبن. هنغير الطعم خالص، هنخلي الطعم غني وفي منتهى الجمال. حاجة كده بترطب على القلب وجميل. حطيت كوباية مية، وهحط 3 معالق سكر، وهبتدي احط كوباية مية كمان لانها ما شاء الله عليها تقلت طبعا بعد الخميرة، بتبقى تقيلة وانا مش عايزاها تقيلة قوي. ادي كوباية المية التانية اهي كمان. وهبتدي اضرب بنفس الصورة اللي انا ضربت بيها اول مرة، اللي هي ثانية واقف ثانية واقف. بتعمل رغوة وفوم جميل جدا على وش الكوبايات وفي وش الخلاط كده لما بتيجي تعمليها. هفرغها دلوقتي قدامكم وهتشوفوا منظرها. الطعم التاني بقى اللي انا عملته ده كان من عندي انا. كان عندي حبة صوبيا صغيرين فايضين من رمضان. خدت حبة من البوظة برضو حوالي كوباية ونص،
وحطيت عليهم نص كوباية لبن، المرة دي مش كوباية كاملة. بصوا الرغوة شكلها ايه، جميلة جدا. وهبتدي احط عليها معلقتين صوبيا كبار. الله على الطعم بقى مع التلج، مش قادرة اوصف لكم والله العظيم الطعم كان شكله ايه. اولادي كان عندهم استعداد انهم يخلصوها في ساعتها كلها. بصوا اهي حبة الصوبيا اللي كانوا فايضين. الصوبيا دي انا عاملاها في البيت على ايديا، مش شاريها جاهزة. يعني صوبيا جميلة جدا ومتكلفة وجميلة وطعمها خطير، اقل حاجة منها بتطلع بطعم رهيب. بصوا منظر بقى الكوبايات خطيرة، بتحببي فيها كل اللي موجودين سواء كبار أو صغيرين، طعمها في منتهى الجمال. جربوها بالطريقة دي هتحبوها. فوائدها عظيمة جدا، خطيرة، بتكنس البطن كنس كده، جميلة. يا رب يكون في الفيديو عجبكم، واللي عجبه الفيديو بقى